بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن مشكلة ازاي نقدر نحلها، وهي مشكلة ازاي اعمل فلتر لخلايا مدمجة. تعالوا مع بعض نشوف المثال اللي معانا ده. ده مثال معانا اسماء عملاء ومنتجات، اسم العميل واسم المنتج والقيمة. كل عميل اشترى المنتجات ديت بالقيمة ديت. فانا الخلايا دي يعني مثلا خلية من 2 ل6 دي مدمجة في خلية واحدة، ونفس الموضوع للخلية العميل رقم 2، وهكذا الى لحد العميل رقم 6. طبعا احنا ده مثال بسيط، طبعا انت بتشتغل على حجم داتا اكبر من كده، لكن ده للتوضيح بشكل او بصورة مبسطة. طيب انا لو حبيت ان انا اعمل فلتر واجي استعلم عن العميل رقم 4، حجم المشتريات بتاعته قد ايه، او الاصناف اللي هو اشتراها قد ايه. لو دوست اوكي هيظهر لي بالشكل ده ان الفلتر معرفش يختار او يفلتر الخلية المدمجة، فجاب منتج واحد بس. فازاي اقدر احل المشكلة دي؟ هنعمل كالآتي. هناخد العمود اللي هو فيه الخلايا او اللي على اساسها انا بعمل الفلتر، فهاجي اعلم عليها كده، وهاخده كوبي، وهاخده في عمود بره خالص، واعمل سيلكت بيست بالشكل ده. وهاجي اعلم برضو على العمود، وهاجي افك الميرج بتاعي. تمام. فكده العواميد كده انا كده بقى في فكيت الميرج بتاعي خالص. فهاجي اعلم عليهم كده، واروح على فايند سيلكت، واقول له جو تو سبيشال بلانكس، علم لي على الخلايا الفاضيه، واقول له اوكي. وانا عامل كده اروح عامل يساوي الخليه دي، وادوس كنترول انتر. عمل لي ايه؟ ملالي الخلايا الفاضيه كلها. كل جدول او كل مجموعه الخلايا الخاصه بالعميل رقم 1 كتب لي فيها عفوا، كتب لي فيها اسم العميل، كرره لي. تمام. طيب انا بقى دلوقتي عايز اعمل دمج للخليه ديت واعمل لها الفلتر. فهنيجي اعمل لها الفلتر. هنيجي نعمل ايه؟ هاجي اروح معلم على العمود اللي انا خدته كوبي بره، ورايح على فورمات بنتر، وهاجي على اول عمود كده واول خلية، واروح دايس عليها. ظهر لي، عمل لي الدمج، او خد الفورمات بتاعه العمود دي طبقها لي على العمود اللي فيه اسم العميل. دلوقتي انا مش محتاج العمود ده، وهعمل له ديليت. لو جيت دلوقتي عملت الفلتر، ابص هنا مش جايب لي بلانك، مش جايب لي ان في خلايا فاضيه. طب لو حبيت استعلم عن العميل رقم 4 ودوست اوكي، ظهر لي العميل رقم 4 ده شاري منتج 17 و16 و18. العميل رقم 3 منتج 11 و12 و13. ودي كانت مشكلة بتقابل ناس كتير، خاصة الناس اللي هي بتشتغل في التكاليف والتقارير، بتعمل تقارير إدارية بالشكل ده. ف يا رب. دي كانت موضوع حلقة، ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش فضلا وليس امرا، ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش اللايك والشير، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.